الكعك الحلو لما تكسريها لازم تقول طق، ولما تغمسيها في الحليب تدوب في الفم وفايحة بنكهة الكمون الحلو مع الشاي الكرك. طعم حنون مش عادي. كوب مية يفضل ان هي تكون ساخنة، حطيت عليها كوب من السكر ونضربهم مع بعضهم كويس كويس لحد ما يدوب السكر. حطيت كوب من الزيت ونص كوب تحطوه زيت زيتون، سمن، زبدة زي ما تحبوا. انا درت زبدة حيوانية. تخفقوهم مع بعض كويس كويس لحد ما يندمجوا مع بعض. تحطوا المنكهات اللي هي اهم حاجة في الكعك الحلو، كمون حلو، سمسم ابيض وسمسم احمر يكون كلهم محمصات. الكمون الحلو ريحته شوية في المسحان علشان يعطيني نكهة واضحة. 5 كوب من الدقيق، ظرف خميرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة من المنيكة، وتعجنوا المكونات بأطراف الأصابع. بس الدقيق ضيفوه بالتدريج لأن العجينة لازم إن هي تكون رطبة. لو جت العجينة منك يابسة الكعك مش حيكون حلو. نخليها ترتاح شوية وبعدين نبرمها بالطريقة هذه ونلفها على طاسة ونمسكها بالشوكة وتحطوها على ورق زبدة. تطيب في فرن مسخن على درجة حرارة 170، تشغلوا عليه من فوق ومن تحت وتحطوه في الرف اللي من النص. الفرن بتاعي أنا قوي درجة حرارته، هذا باش نحط فيه على 170. أحلى حاجة مع كعكنا الفايح هو شاهي الكرك. بندير لكم على الطريقة الأصلية. كوب مية تحطوا عليه ملعقة طعام من الشاهي البودرة، احنا نقولوا له شاهي كشري، او تحطوا شاهي كيس. تحطوا معاه حبات هيل، كل حبة بس كسروها شوية. انا حطيت 5 حبات وراهو يعطي نكهة قوية وغنية. لو انتم تحبوا نكهة اقل حطوا حتى حبتين، وتحطوا السكر متاعكم وتخلوا الشاي 3-4 دقائق يغلي بروحه. وبعدين تحطوا عليه كوب من الحليب. ديما هيك كوب مية كوب حليب، حليب باكو او حليب حكة. وياخي الطريقة الاصلية يديروا في حليب باكو، راهو يخلوهم يغلوا مع بعض 3 دقائق هيك، وبعد تطفوا عليه وتصفوه. احلى شاهي كرك تجربوه وتذوقوه، ولا سكر مكرمل ولا شيء، بس اضبطوا السكر حسب انتم شنو تحبوا. ومعاه الكعك الحلو ما فيش احلى من هيك. وبس في حفظ الله.